السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نعمل أحلى مكشكشة. المكشكشة هي جلاش بالكاستر، بس بصراحة سهل أوي أوي أوي، أسهل ما يكون. أي ست بيت أو أي بنوتة حبيبة قلب لسه مدخلتش المطبخ هتتعلمها بسهولة. يلا ندخل نشوف هنعملها ازاي، ولا أسهل من كده. بنجيب لفة الجلاش زي ما انتوا شايفينه. بصوا، ولا اي حاجة، ورقتين اتنين مع بعض، اتنين جلاش كده او واحدة زي ما انت حباها. بصوا زي ما انت ممكن تقعدي تطبقي فيها كده زي المروحة، بس انا مفيش وقت بقى للكلام ده كله. هي المهم ان هي بتديني النتيجة في الاخر اللي انا عاوزاها. بصوا يا زي ما انتوا شايفين الصاج، خلصت الصاجة المكشكشة. ده شوية سمنة على زيت، نص سمنة ونص زيت، وده نص معلقة بيكنج باودر. بصوا الجمال، هنقلبها كويس طبعا. وهنسقي السمنة، بيحب السمنة الحلويات الشرقية يا جماعة، السمنة فيها أساسي. وده معلقة كاستر على نص كوباية لبن أو كوباية لبن على حسب الكمية اللي عندك. وبرده نقطة فانيليا وشوية بيكنج باودر صغيرين. عايزة تقلبي الاتنين على بعض، الكاستر والسمنة والزيت ماشي شغال، سواء كده أو كده برضو جائز يعني. ما بيغيرش حاجة من الوصفة. ودي وصفة سهلة أوي 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 لأي ست بيت أو أي بنوتة مدخلتش المطبخ وعايزة تعمل حلويات. ما فيش أسهل من كده. أدي الجلاش بطريقته، حطينا ده على ده على بعضه، وفي الفرن في الرف الأوسط. وحطيناها، ما خدتش وقت، سقيناها الشربات بتاعها المعتاد بتاعنا اللي احنا عارفينه، أو السيرب. ووصل النتيجة، ولا أحلى من كده. وبالهنا والشفا، واللي ما دخلتش المطبخ هتقوم تعمل أي حاجة مكشكشة بسهولة جدا، ولفة جلاش واحدة. وأشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم.